نبتدي بكفتة. كفتة أول حاجة هنجرب سندوتش الكفتة عنده. معانا سندوتش الكفتة، صباع كفتة محترم. سندوتش طبعا في العيش اللي بيقولوا عليه تقريبا عيش الصامول أو عيش حلو طبعا جميل، مخصص للسندوتش على قد صباع الكفتة. فنقوله بسم الله. حط طحينة وبصل وبقدونس، الحاجات دي حلوة عاملة طعم جامد للكفتة بصراحة. هندوق واحد مشوي، ندوق منه عنده الكفتة. واحد مشوي تغليف، واحد مشوي صباع قريب برضو، بس العيش أزيد سنة بسيطة. فندوقه ونقوله بسم الله. والصباع حلو والكفتة بتاعته حلوة، بس أميل طبعا لكفتة بالنسبة لي أحسن. فهنشوف الحواوشي ونحكم ونقول الرأي النهائي. الحواوشي بتاع كفتة، حواوشي الصغير طبعا. الحواوشي ده اسم عيلة طبعا في القاهرة من زمان، هي اللي اخترعت الحواوشي من كده انتشر. الحواوشي ده بيتقال على طبعا اللحمة اللي بتتعمل في عيش بالردة، بيبقى طبعا ده قاهري في اسكندرية ووجه بحري وبعض المحافظات بنعمل العيش بنخبزه جوه عيش. فده حاجة وده حاجة، ده عيش بلحمة وده حواوشي. فده حواوشي طبعا صغير. فندوقه ونقوله بسم الله. الحواوشي بتاع كفتة حلو، ونشوفه حواوشي بتاع واحد مشوي. ده حواوشي واحد مشوي مش متحمص، والعيش مش عارف هو عامل كده ليه بصراحة، عيش فاتح قوي. بس ندوقه ونقوله بسم الله. لحمة مستوية تمام. ندوقه، عيش فاتح قوي، التسوية بتاعته فيها حاجة غلط. مفيش حواوشي بيبقى بالشكل ده خالص، فاتح قوي كده يعني. مستغرب. هكسب مين بقى؟ هكسب كفتة، احسن سندوتش كفتة او حواوشي في مصر طبعا. يعني هما الاتنين متقاربين في الاسعار، بس انا بالنسبة لي الطعم النهاردة اللي انا جربته وانتوا شايفين طعم الكفتة بالنسبة لي احسن من طعم واحد مشوي. والحواوشي طبعا شفنا الفرق واضح، الحواوشي كفتة برضه حلو. فكسب كفتة باحسن حواوشي وسندوتش كفتة، ونكسب كفتة مطعم كفتة هيكسب معانا النهاردة مواجهة دوري ابطال احسن سندوتش كفتة وحواوشي في مصر. فشابوه كفتة. وهارد لك لواحد مشوي محتاج يعدل الحواوشي بتاعه، محتاج يتظبط.